نستمع الآن لسيادة النائب ضياء الدين داوود. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، في شك أن دي جلسة تاريخية وسيتحمل منا كل مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب. اسمحوا لي بداية أن أنا سأتحدث من واقع قانوني بحت، وسأخاطب وجدان الأغلبية التي أثق بأن وجدانها الوطني لابد وحتما أنه ينحاز إلى السلم والاستقرار. لك أمام قضية الحكومة فيها بتلعب بالنار ومتجرئة فيها على الشعب المصري، وهذا التجرؤ له أسسه القانونية والدستورية للفهم الصحيح لطبيعة العلاقة. وأنا هاخد من حديث الوزير محمود فوزي النهائي وهو يرد على النائب عاطف مغاوري، قال له إحنا حكومة دستورية وقال له إحنا في ظرف استثنائي. هذه الحكومة التي ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية وجعلت منها مبررا أن تعود العلاقة لطبيعتها وفقا للأسس التي تقوم على القانون المدني. المحكمة الدستورية أولا قبل المحكمة الدستورية ليس جديدا وليس مرتبطا بثورة 52 صدور قوانين استثنائية تنظم العلاقة ما بين الملك والمستأجر. العلاقة بدأت من عشرينيات القرن الماضي، إبان الحرب العالمية الأولى، أول قانون صدر سنة 20 تدخل البرلمان ونظم العلاقة وفقا للأطر التي تحتاجها أسس التنظيم. ثم بعد كده سنة 41 أثناء الحرب العالمية الثانية تدخل المشرع، وده كان دستور 23 ودولة ليبرالية وتعددية سياسية، عشان ما يرتبطش التدخل بأنه مرتبط بقوانين اشتراكية إطلاقا. قوانين الليبرالية والقوانين الاشتراكية كلاهما تدخل للتنظيم عندما يكون للتنظيم مقتضى. دي الأسس التشريعية والأسس القانونية. وتراقب المحكمة الدستورية العتيقة صاحبة المبادئ رقابتها على مشروعية قوانين، فأصدرت عددا من الأحكام بالأسس الدستورية وبدأت أن تحرر العلاقة شيئا فشيئا. فبدأت من سنة 2002 في التنظيم في الامتداد، بدأت تحل القضية بدل ما كان للجيل الثالث ويمتد الأمور إلى غير المستحقين المقيمين مع المستأجر الأصلي لمدة سنة قبل وفاته فيمتد لهم عقد الإيجار. أوقفت هذا بمشرط الجراح الدستوري واستجاب لها البرلمان. الغريب والعجيب بقى، وانا يعني اسمحوا لي وان انا يعني انت عارف حضرتك التقدير للقامة الدستورية التي ترأس هذا البرلمان، ان احنا في حكم فبراير 97 وسيادتك كنت رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، وطعن على عدم دستورية المادة الأولى من القانون 136، وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن. وواجهت الحكومة بهذا في أعمال اللجنة، وقالت الحكومة أن هذا عدول من المحكمة عن مبدأ قد استقرت إليه. فأنا أتساءل لقامتك الدستورية حوالين هذا الحكم رفضت المحكمة فيه الطعن على المادة الأولى. معنى هذا وسيادتك أستاذنا أنه قد تطهر نص المادة الأولى من القانون 136 من شبهة العوار الدستوري. فجاء حكم نوفمبر 2024 ليقضي بعدم دستورية المادة الأولى. ما فيش عندنا في الدستورية حاجة اسمها تنازع أحكام. احنا كده أمام حكمين. يبدو لي وأنا تلميذ في محرابك أن هناك حكمين يبدو من أن المحكمة غيرت، عدلت، اختلفت، أقرت مبدأ جديد، ولكن المحكمة في حكم 24 قالت إن أنا مش شايفة حكم 97، وما قالتش وهي بتعدل عن ده وبتقضي بحكم بعدم دستورية المادة الأولى في ده. نرجع لأصل القصة، ده الأسس القانونية. خلاص الشخصيات الاعتبارية وخلصت. احنا بنتكلم في الناس الكبيرة في السن، أهلنا. مفيش واحد فينا مش هيبقى ليه خال ولا عم ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة ولا أستاذ ولا أبناء شعب مصر. أنتم نواب شعب مصر العظيم.
احنا دي مكافأة الشعب المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو؟ ان انا اقعد الناس لمدة 7 سنوات بتنتظر الموت؟ هل ده اللي مطلوب مننا؟ هل مكافأة الشعب المصري الطبقة الوسطى هي اللي انقذت البلد دي؟ هي اللي سندت مصر؟ الطبقة الوسطى دي اللي انت بتقول له هوفر لك البديل. عن اي بديل تتحدثون؟ اللي بلغ من العمر 70 و75 سنة لا يوجد بنك في مصر هيموله ب3 ساغ. اللي بيبقى عنده 50 سنة في شقة تمويل عقاري يقول لك مرفوض مع السلامة، مالكش تمويل، انت مرفوض من حيث التمويل. فالحكومة لا يجب ان هي، انا اسف، بين هلالين تدلي ببيانات غير دقيقة، مش هقول كذب. طب رئيس الحكومة لما تحدث من ايام قليلة وقال لا يوجد طرد، ما فيش حد هيتطرد من مكانه، كيف يصادق هذا حديث الوزير محمود فوزي في اللجنة وفي البرلمان؟ لا هيتطردوا، لا هيمشوا وهنجيب لهم بديل. نصدق مين؟ رئيس الحكومة ولا الوزير في الحكومة؟ انهي حديث؟ التدليس على الناس غلط. البرلمان يوقف التدليس عندما يدلى امامه ببيانات خاطئة، فلذلك كان باللزوم ان يستدعى رئيس الحكومة. انت قلت شعب مصر كله سمعك، ووزيرك بيقول في البرلمان لا هتمشي، ووزير الاسكان بيقول لا هنوفر بدائل. فين؟ عدد المحافظات اللي بلا ظهير صحراوي كتير، واما تيجي تديه الشقه هتداله على انهي نظام؟ هو انت قادر لغايه النهارده انك توفر وحدات سكنيه طالبين وحدات على مشاريع الاسكان الاجتماعي من سنه 2016؟ هي الناس ديت وهي بتاخد معاشها، لانه ما تحدث به زملائي انه في طرف ثالث هي الدوله في هذا العقد. هذا العقد الرضائي ده ما فيهوش اكراه. كل الناس بعد صدور القانون 136 لسنه 81 قبضوا خلوات. انت النهارده وانت بتبني كنت بتاخد رخصه بغرض التأجير، وخدت حديد وخدت اسمنت مدعم، هترد الفلوس دي للدوله ولا كنا مدينها لك صدقه؟ لا ما كانتش صدقه، ده انت عشان تأجر، وانت بتأجر كنت بتاخد مقدم، والمقدم ده انت تربحت منه وممكن تكون كسبت منه وبنيت بدل العماره 2 و3 و10. هترد الكلام ده؟ هل الحكومه دارسه الكلام ده؟ كل عقار من دول استفاد دعما بسعر 81 وبسعر السبعينات كام؟ حكومه بلا بيانات. بيقول لك هدرس، بيقول لك هخاطب وزاره التنميه المحليه وادور على اراضي. ده مش جاي حاضر قدام البرلمان معاه اجنده واضحه اعرض شعب مصر من اليوم التالي واقول له انت حط ايدك على قلبك لمده 7 سنين. لا يمكن يكون العرض ده اتعرض على رئيس الجمهوريه. في عرض خاطئ بيحصل، لابد ان احنا نفوق. عشان انا يعني اخد شعبيه؟ عشان الناس ترضى عني؟ ده انا مستقل، انا ينفع ما اجيش بكره، ينفع ان انت تقول لي ما تجيش ما تترشحش اصلا. بس البلد ديت احنا ما عندناش طرف ان احنا نخذلها ولا نخذل ناسها، ما نعرضش عرض امين. انا بقول كلماتي حسبة لوجه الله تعالى، وانا واثق في ضمائركم، اقسم بالله واثق. ما ينفعش ان احنا ممكن نهدد السلم والامن الاجتماعي في هذا البلد واحنا فاكرين ان احنا بنعمل حاجه صحيحه، او ان هذه الحكومه لديها ضمانات للتطبيق. والله زي ما قال زملائنا ما في وزير في الحكومه ديت بعد 7 سنين هيبقى موجود فيها. مين اللي هيبقى؟ نصدر ازمات حتى البرلمانات ليه؟ احنا بنشتكي من ان برلمانات حدود حكم المحكمه في نوفمبر 2014 وده ما فيهوش تزايد على سلطه البرلمان انها تجري اي تعديلات. من حق البرلمان يصدر اي تشريع، ولكن من حق البرلمان ان يوازن ما بين المصالح. الحكم قال لك الاجره اصبحت غير عادله لان انت كنت بتقيمها على 7% من قيمه الارض والمباني، فده اصبح عديم القيمه نتيجه التغير في سعر الصرف وقيمه العمله وقوه شرائها فبيقول للبرلمان يا برلمان بناء عليه سياده بناء عليه انا رافض يا ريس، ولكن انا بخاطب وجدان زملائي النواب اقليه واكثريه. محدش فينا مستفيد من ان احنا نخرج منتصرين اي منا على الاخر. دي مش قضيه غالب ومغلوب، ده قضيه بلد في رقبتنا كلنا. طيب وصلت فكرتنا. شكرا سياده الرئيس.